السلامة يا رب، ينادى علينا وعليكم بالخير والبركة والعافية يا رب. مش هتجمعوا هديات كتير. هو هذا العيد هو هذا العيد عيد اللحمة مش عيد العيدية. هم هيك دائما بيحكوا لنا وحينصب علينا في العيدية السنة هذه، بس مش مشكلة، يلا اللي يطلع منهم الخير والبركة. المهم إن شاء الله لقيت حنروح على المسجد عشان نجهز لصلاة العيد، فخليكم معنا حعيشكم أجواء جدا حلوة. حتشوفوا كيف بنذبح، حتشوفوا كيف بنلعب الأطفال، حتشوفوا الفرحة اللي بتكون على وجوه الأطفال في العيد، لأنه بصراحة عمرنا ما تهنينا احنا على عيد ولا على رمضان ورا الله ياخذهم ولا شيء. المهم يا جماعة الخير، القيت إن شاء الله حنروح مسجد فيلا. خلق السماوات والنهار لآيات لأولي الألباب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذه يا جماعة الخير من العادات الحلوة عندنا في المسجد، إنه بعد صلاة الفجر من أول أيام العيد كل أسرة المسجد وكل أسرة الحي بيقفوا بيسلموا مع بعض. شايفين؟ الله يديم المحبة يا رب بين الناس يا رب. طلع النهار يا وحوش وأصوات التكبيرات من كل مكان اللي بتطلع، قاعد اسمع. يا سلام، أجواء العيد عندنا بقطاع غزة غير، لأنه إحنا ما بنعيش عيد زي الخلق، فلما يكون عندنا عيد يعني بنكون جدا فرحانين، فحتعيشوا أجواء كلها شمعة منورة. خليكم معنا ويلا نروح على المسجد عشان أفرجيكم كيف أجواء العيد عندنا في المسجد. يلا مع بعض. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كبروا يا جماعة الخير، كبروا بعد كل صلاة، كبروا في كل وقت تقدروا تكبروا فيه، خلوا تكبيركم يصل لكل مكان يا جماعة الخير. العيد فرحة والله، والعيد فرحة ما يلا سلام يا جماعة الخير. يلا على الجامع. يعني جد الله يعطيهم العافية شباب المسجد، فكروا صورة مش صورة فيديو. الله يعطيهم العافية. برضه من العادات الحلوة اللي موجودة عندنا في قطاع غزة في أغلب المساجد مش بس مسجدنا، إنه بعد صلاة العيد بنوزع أكياس حاجات على الأولاد الصغار. شايفين كيس الحاجات عبارة عن شيبس وشوكولاتة وجيلي ومولتو يعني، وبالون، هي بالون كمان. فيا جماعة الخير هان كل عام وأنتم بخير، مسجد الأقصى. فهذه من الأشياء الجميلة عندنا في قطاع غزة برضه. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. يا جماعة الخير جبنا نلبس هدول بعد صلاة العيد عشان نفرح الأولاد الصغار. هي 6 و10. شكرا. الشباب قاعدين بيعملوا قرصة عشان يشوفوا مين مين يلبس الدمية الثانية. تعال وين؟ تعال البس الدمية الثانية. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب يا جماعة الخير، احنا لسه قاعدين بنجهز الغرفة عشان نبدأ نوزع. طبعا انا زي ما شفتوا تحولت لدب ان شاء الله، بعد الصلاة بتحول لإنسان طبيعي. فيعطيكم العافية. هاي روحوش انتم شايفين صح؟ المهم احنا حنطلع على الصغار وحنفتحهم، حتكون أجواء صح. يلا. جئت إليكم بالفعل الحسن وبالبشرى، بعض الأفكار المنتظرة. أبشروا عدلا أبشروا عدلا.